وبعد صعوبه جمعت كل الفليفرز من وندر فيت، ارخص ايس كريم واقل كالوريز. فتعالوا نشوف اختراع ولا في الضياع. ودي الحلقه الثانيه من فورمه على الهادي. اول واحد الفانيلا، 80 كالوري في ال 180 جرام ب 40 جنيه. بيجي المعلقه جوه كده، كالوريز قليله جدا وسعره حلو جدا، فان شاء الله يطلع حلو. ده زي ما فيهوش سكر، طعمه حلو جدا، ما فيهوش افتر تيست خالص. 40 جنيه ومكتوب ان هو معمول بستيفيا ولبن خالي الدسم. اعتمدته خلاص. اللي بعده 180 جرام من بلجن شوكليت، 86 كالوري. شكله حلو. الفانيلا سكرها مظبوط قوي، الشوكليت حلو ولكن مر، وحاسس بصراحه بافتر تيست سنه كده. لا الفانيلا عجبني اكتر، يعني طعمه 80% مثلا من الشوكليت. 180 جرام مانجا، 70 كالوري. 70 كالوري ده ولا حاجه، ده يدخل في جسمي يتوه ده. ايه الهبل ده؟ ما كاتبين مانجا طبيعي وهي طعمها طبيعي. هل هي طبيعي ولا لا؟ مش عارف، بس هي طعمها طبيعي جدا. دي تحفه، خطير. نيجي للفستق، 146 كالوري. شكله جامد. ايه يا جماعه الحلاوه دي؟ يا جماعه انا مش مصدق، طعمه خطير. طعم الفستق حلو قوي. ده فورمه على الهادي. ده انا حاسس ان انا باكل ميجا ايس كريم. ده احلى واحد. بلجن شوكليت، 139. لو حد عايز شوكولاته، ده بالنسبه لي احلى من كاب، ولكن هو دارك شوكليت قوي، مش بلجن شوكليت، هو مر جدا. وبالنسبه لي احلى واحد الفستق، بعد كده الفانيلا، بعد كده المانجا. المانجا اقل كالوريز، فشايف الفانيلا اكتر واحد متوازن. وده لو عايز ادلع نفسي. ودي السلسله اللي بشوف لكم فيها على بدائل صحيه عشان نكمل ان احنا نكون صحيين قبل الصيف. فاكتبوا لي في الكومنتس واستنوا الفيديو الثالث. سلام.